أشرف بن شرقي يكتب التاريخ للنادي الأهلي بالهدف القاتل في مرمى الاتحاد السكندري. ملخص مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بعد الفوز الكبير للنادي الأهلي وصدارة جدول ترتيب الدوري. تمكن فريق الكرة بالنادي الأهلي من الفوز على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز. وأقيمت المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري على أرضية استاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات الجولة ال11 من الدوري المصري الممتاز. وبهذه النتيجة وصل النادي الأهلي إلى 21 نقطة من 10 مباريات خاضها، استطاع الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مرات وتلقى هزيمة واحدة. ويعود النادي الأهلي لمواصلة مشواره القاري بمواجهة هامة أمام إيجل نوار بطل بوروندي في مباراة إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا. وكان النادي الأهلي قد فاز بمباراة الذهاب في بوروندي بهدف وحيد دون رد ليقترب الفريق الأحمر من التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي أمام إيجل نوار بمباراة العودة يوم السبت 25 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر والسعودية. طبعا النادي الأهلي دلوقتي متصدر جدول ترتيب الدوري. حقق النادي الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الاتحاد السكندري خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في الجولة 11 من دوري نايل. وشهدت المباراة العديد من الفرص الخطيرة، حيث جاءت البداية بهجمة مرتدة سريعة للاتحاد تصدى لها محمد هاني بنجاح قبل أن تخرج رمي التماس لصالح الأهلي بعد أن اصطدمت الكرة بقدم لاعب الاتحاد السكندري. ورد الأهلي بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق أشرف بن شرقي، إلا أن تسديدته اصطدمت بدفاع الاتحاد ومرت بعيدة عن المرمى. وفي أخطر فرص الشوط الأول قام أشرف بن شرقي بمرور رائع من الجبهة اليسرى قبل أن يمرر الكرة إلى تريزيجيه الذي سدد كرة قوية ارتدمت بالقائم الأيسر لمرمى الاتحاد السكندري. ونجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الأول بعد كرة طويلة أرسلها خلف الدفاعات، استلمها أحمد سيد زيزو ببراعة وأرسل عرضية قاتلة إلى أشرف بن شرقي الذي سددها قوية جدا جدا، مرت من تحت يد الحارس صبحي سليمان إلى داخل الشباك، معلنا تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول. وتم تحصل الأهلي على ركلة جزاء تصدى لها أحمد سيد زيزو وسددها بنجاح على يمين حارس المرمى. وقلص الاتحاد السكندري النتيجة عن طريق تمريرة رائعة إلى أبو بكر ليادي الذي أرسل عرضية على من يمين منطقة الجزاء ليسدد فادي فريد ناشئ الأهلي السابق في مرمى فريقه لتسكن شباك محمد الشناوي. ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام إيجل نوار البورندي في إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما حقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في دوري نايل. تقام مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الاتحاد السكندري أمام نظيره إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. مبروك للنادي الأهلي على صدارة دوري نايل والعودة من جديد. النادي الأهلي بيقول إحنا موجودين. حصلت مشادة كلامية بين ياسر إبراهيم وحكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري. نشبت مشادة كلامية بين ياسر إبراهيم قلب دفاع فريق النادي الأهلي ومصطفى شهدي حكم مباراة الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة ضمن الجولة 11 من الدوري المصري التي انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. ودخل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في مشادة مع الحكم اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية للقاء، لا سيما أن الأحمر لعب 10 لاعبين بعد طرد أحمد نبيل كوكا. وأضاف المصدر أن حال كتابة حكم اللقاء للواقعة
في تقريره الخاص بالمباراة سيتم معاقبة ياسر إبراهيم، ولكن حال عدم كتابتها وفقا لرؤية الحكم بأن النقاش لم يكن فيه خروج عن النص لن يتم النظر للوقائع من قبل لجنة المسابقات برابطة الأندية عند إعلان عقوبات الجولة 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز. طبعا النادي الأهلي لعب مباراة قوية جدا واستطاع أن يحقق الهدف بالفوز الكبير، والنادي الأهلي دلوقتي هو الأول في جدول ترتيب الدوري. رجل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية المصرية عن أفضل لاعب في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة 11، وتمكن الأهلي أيضا من الفوز ب2-1 في المباراة. ورجل المباراة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري، حصل أبو بكر اليادي لاعب الاتحاد السكندري على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أداؤه المشرف من خلال اللقاء، وطبعا حصل على رجل المباراة مان ذا ماتش. أشرف بن شرقي يكتب التاريخ مع الأهلي، رقم جديد يضعه بين كبار العرب في الدوري المصري الممتاز. وائل جمعة، أغرب ما قال وائل جمعة عن فوز الأهلي على الاتحاد السكندري وسر حزن نجم الأهلي رغم الفوز. كشف وائل جمعة نجم الأهلي السابق أن الأهلي حقق الفوز الكبير على الاتحاد السكندري بسبب إحساس لاعبي الأهلي بالمسؤولية، وأن زيزو ليس سبب الفوز الوحيد، ولكن من يسعد الجماهير يتحمل المسؤولية. وقال وائل جمعة أن الأهلي أضاع فوز كبير على زعيم الصغر، ومن بينها فرصة أشرف بن شرقي وعمر كمال في آخر دقائق المباراة، مشيرا إلى أن الأهلي تعرض لظلم كبير. وأكد وائل جمعة أن الأهلي سيبدأ فترة جديدة، وأن الخطيب يتخذ قرار تاريخي بشأن صفقة منذ 7 دقائق آخر تحديث للصفقة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد عن النادي الأهلي. أشرف بن شرقي بيقول أشرف بن شرقي يخطف الأضواء من جديد في الدوري المصري بعد هدف مذهل أمام الاتحاد السكندري ليسطر رقما عربيا مميزا ويواصل مسيرة النجاح بقميص الأهلي، وجماهير القلعة الحمراء تتغنى بتألقه وتنتظر المزيد من الإبداع المغربي في الأسابيع المقبلة وسط منافسة مشتعلة على صدارة الهدافين العرب في البطولة. ووصل المغربي أشرف بن شرقي تألقه بقميص النادي الأهلي بعدما دون اسمه في سجل الأرقام المميزة خلال منافسات الدوري المصري الممتاز في المواجهة المثيرة التي جمعت الأهلي ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 11 من البطولة. إنجاز خاص لأشرف بن شرقي مع الأهلي، أحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم للنادي الأهلي بعد تمريرة ساحرة من أحمد سيد زيزو ليؤكد الانسجام الكبير بين الثنائي الجديد الذي بات حديث الجماهير الحمراء. بهذا الهدف ارتقى أشرف بن شرقي إلى المركز الرابع في جدول هدافي العرب بالدوري المصري برصيد 31 هدفا متساويا مع السوداني عمر النور، خلف كل من علي محسن وعلي معلول، بينما يتصدر القائمة سيف الدين الجزيري نجم الزمالك برصيد 55 هدف. وبهذا الإنجاز يواصل النجم المغربي كتابة فصل جديد في مسيرته داخل الملاعب المصرية، مؤكدا أن انتقاله إلى النادي الأهلي لم يكن مجرد صفقة جماهيرية، بل إضافة هجومية قوية ومؤثرة في مسيرة الفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي. أشرف بن شرقي يكتب التاريخ من جديد. مبروك يا أهلوية بالصفقة الكبيرة أشرف بن شرقي.